بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعم الآخرة يا رب العالمين. كنا مسافرين، صحينا الصبح اتفقنا باليمامة، جايبة عاملة عيش وعاملة فيه البيضة دي، تقريبا كانت هتجيب يمامة صغنونة. جينا نبص عليها تاني مشيت، فاتفقنا يعني عرفنا انه مشوار ان شاء الله هيكون كويس. احنا هنروحوا فين؟ هنروح الساحل الشمالي. هنعرفكم ازاي تروحوا الساحل الشمالي بمواصلات. احنا هنا ركبنا مواصلات من موقف السكة الحديد من متغمر، وصلنا لحد الموقف الجديد في اسكندرية. طبعا اسكندرية ركبنا من هناك، الموقف بتاعها لامم كل المواصلات. يعني انتوا عايزين باص، عايزين ميني باص، عاوزين ميكروباص، بيجو، اي يعني اي نوع مواصلات انتوا حابينه ماشي. احنا هنا ركبنا عشان الباصات هناك ما ينفعش تنزلي، ما بتوقفش في الطريق في الساحل الشمالي يعني، فاضطرينا نركب مواصلات عادية. وكانت يعني أسعارها في متناول الإيد. هنا سانتوريني، المكان ده جميل. هو كان في مراحل يعني، دي كانت أول مرحلة، بس بصراحة كانت الخدمة هناك جميلة. هقول لكم دلوقتي على المميزات وعلى العيوب. المميزات اللي هناك، هنبدأ بالمميزات طبعا عشان ما نبقاش متشائمين. المميزات هناك ان المكان كان بجد بجد كان مريح للأعصاب، كان تحفة. الخدمة هناك كانت جميلة. أي حاجة، احنا كنا واخدين أوضة فندقية. بصراحة أي حاجة فيها عطلانة، أي حاجة متاحة عندك في ثانية بتيجي. تشكيتي من المية، تشكيتي من النور، ما شاء الله على طول. بيبقى رقم التليفون معاكم، بتقولوا اللي ناقصكم فايه، بيجوا يصلحوا أي عطل عندكم. هنا طبعا زي ما انتوا عارفين، احنا قلنا لكم احنا واخدين حاجتنا كلنا معانا، ما احتاجناش اي حاجه. لكن كان هناك برضو سوبر ماركت، وكانت اسعاره زياده حاجه بسيطه يعني، ما كانتش هتفرق معانا. بس الاكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، الفطار ده، احنا كنا واخدينه معانا. ده بيسين الاطفال زي ما انتوا شايفين، وكان في بيسين للكبار. وطبعا كان في المراقبين بتوع الحمام السباحه، بصراحه كانوا واخدين بالهم من المكان. عشان كده بقول لكم ان المميزات بتاعه المكان كانت بصراحه حلوه قوي. في هناك مراقبه، في امان. كانت جميله جدا بصراحه. آم، ده الكوليدور بتاع الجناح اللي احنا واخدينه. هي طبعا سكاشن كده، يعني كام عمارة زي ما انتم شايفين. جميلة جدا على فكرة. واحلى حاجة فيها بقى، كانوا بيعملوا لنا حفلات زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. كان فيها اكوا بارك زي ما انتم شايفين، جميلة قوي. والحمام السباحة كان ممتع بصراحة. والشط اللي هما كانوا متعاقدين معاك تحفة، تحفة تحفة يعني. زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، بياخدونا عاوزين تروحوا البحر، بتتصلي بالعربية وبيودوك لحد هناك. العيوب بس بتاعتها ان انت مقيدة، بس ان انت تروحي الشط، مقيدة ان انت تروحي الشط في اوقات معينة. لكن البحر كان جميل، ولكن برضو كان عيب وكان في ميزة. البحر كان تحفة، لكن كانت الموجة بتاعته عالية قوي. لكن احنا نزلنا طبعا، ما همناش الموجة، فنزلنا المية. ما انصحش اي حد طبعا الموجة تكون عالية في البحر وينزل بصراحة. يعني احنا نزلنا وغامرنا، بس تعبنا، كان جسمنا وجعنا جدا من البحر. زي ما انتم شايفين اهو، العربية كانت واخدانا مودينا الشط اللي احنا هنروحه. والشط ده كان تحفة. كانوا بيعملوا عليه حفلات، وكانوا عاملين خصم لسانتوريني. كانت التذكرة ب1500، عاملين عليها خصم ب800 جنيه تقريبا، أو 1000 جنيه تقريبا يعني. وكان في مغنيين طبعا غير أحمد شيبة. وكان أهو قدامك كان مكان الحفلة زي ما انتم شايفين. وده الشط بصراحة كان جميل. الشط ده فيه بسين، فيه بسين يعني هو بحر وبسين في نفس المكان. الشط اللي أنا بقول لكم عليه ده، عايزة أقول لكم جميل جدا، وكانت الأجواء ممتعة. هقول لكم تاني ان انتوا ممكن تروحوا الساحل الشمالي بمواصلات عادي. تركبي مثلا من اي بلد انت منها لحد اسكندريه، ومن اسكندريه الموقف الجديد ده في خط الساحل الشمالي كله. لو انتوا عايزين تروحوا العين السخنه، شرم، اي حته ممكن تروحوا. عايزه اقول لكم ان الموقف ده جامع كل المواصلات. احنا كنا هنركب الباص، لكن الباص قالوا ان احنا ما بنقفش في الطريق عشان خاطر موقع القريه وكده. ده الجناح اللي انا بقول لكم عليه. جميل، السرير حلو، والدولاب زي ما انتم شايفين حاجه كويسه. طبعا احنا كنا واخدين اكل معانا. في غساله اوتوماتيك، في بوتاجاز اللي هو اللي بيسخن، بتطبخوا عليه. عايزه اقول لكم احنا عملنا محشي زي ما تشوفوا دلوقتي، والصلصه والطماطم واللحمه كانت تحفه. هتقولوا سقيتوا المحشي من ايه؟ الكفته اللي احنا مسويناها معاكم من غير بصل، من غير توم، من غير يعني، حطينا عليها بس فلفل اسمر وكمون وملح. كانت منزله صوص كده، فعبيناها في كيس وزودناها ميه. لما جينا نسقي المحشي، عايزه اقول لكم كان محشي طعم طعامه زي السكر.
يا رب دايما تكونوا بتخرجوا وانتم متهنيين. احنا عملنا الفيديو ده لان احنا قعدنا نبحث عن القرية على اليوتيوب او ليها اي مثلا موقع او كده، فما عرفناش نوصل غير من فيديو واحد. فاحنا حبينا نوريكم القرية من جوه ومن من بره. بس بصراحة عايزة اقول لكم الناس هناك التعامل جميل جدا، والخدمة هناك كانت حلوة قوي. اهو ست الكل. عايزه اقول لكم كنا واخدين البتنجان ده، قلنا يعني ايه نبقى نعمل مسقعه ولا حاجه او اي حاجه يعني للفطار وكده. لكن ست الكل قامت فاجئتنا بقى، عملت لنا محشي. والمفاجاه هنا ان احنا نعمل ملوخيه زي ما انتم شايفين. آه ماما بتقول يعني ايه صورني وانا بحشي وايه ونزليني معاكم يعني. يا رب دايما نكون بنفيدكم، ويكون الفيديوهات بتاعتنا مبهجة ليكم وتستفادوا منها حتى لو بمعلومة بسيطة. احنا طبعا ما استفدناش، ما لقيناش حد يفيدنا ان احنا ازاي نروح. لكن حبيت انقل لكم التجربة يعني سهلة وبسيطة. تركبوا من المكان اللي انتوا فيه لحد اسكندرية، والموقف الجديد تاخدي بتلاقي في كل الموقف فيه كل الباص وعربيات ملاكي وعربيات لا مش عربيات ملاكي، عربيات بيجو يعني. وسهلة جدا، وفي العودة برضو كانت سهلة قوي. وانتي على الطريق بتوقفي العربيات برضو مواصلات، وبتركبي لحد اسكندرية بقى. عايزة تركبي قطر، عايزة تركبي اتوبيس، باص، مواصلات، اي حاجة اللي انتي حباه لحد ما تروحي مكانك يا ست الكل. عملنا هنا غسلنا طبعا الترابيزة دي غسلة كويسة، وحطينا الملوخية والصوص اللي انا بقول لكم نزل من الكفتة. سقينا بالملوخيه. والله العظيم كانت اكل عسل. احنا عملنا كل حاجه بطريقه اللحوم دي، عشان ما تقولوش ان انتوا ايه بتعملوا كده يعني. طريقه اللحوم دي كانت ممتازه بصراحه. ان انت تعبي كل حاجه وتجيبي صفيحه مكان سمنه، ما تغسليهاش هي بنفس السمنه، وتحطي اللحمه والحاجات اللي انت ايه عايزاها فيها. بتفضل معاكي صيف وشتاء ما شاء الله، ما بتبوظش منك، وبتلاقي اللحوم زي ما كل لسه واخداها. سنتوريني هنا كان في سوبر ماركت وكان في كل حاجه. بس احنا عشان مثلا ده مكان اول مره نروحه، احنا بناخد شقق فندقية، فدايما بنعمل حسابنا في مثلا في المشروبات وفي الأكل وكده طبعا، لأن بيبقى معانا أطفال. عشان ما نروحش هناك نتسوح، أو مثلا بتبقى الأماكن دي مثلا بتبقى غالية نوعا ما، لكن عشان بس إيه ما نشيلش أهم حاجة هناك يعني. لكن كانت الأكل هناك بصراحة، كان الأكل هناك تحفة. والأجواء هناك زي ما انتم شايفين أهو، كل يوم حفلة. حد بيغني وعازف الكمان. عايزة أسمعكم الصوت بتاعه، عايزة أقول لكم تحفة. عازف الكمان تحفة 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 بصراحة. كان أفضل حاجة هناك عازف الكمان. وكان في كل يوم بيجيبوا مغني وفي ناس طبعا من الحاضرين كانوا بيشغلوا ميوزك، والناس بتطلع تغني. عادي بقى، صوتك وحش صوتك حلو تطلع تغني. فكانت أجواء بصراحة حلوة جدا. دي كانت أول تجربة معانا في قرية سانتوريني. ده تقرير يعني مفصل اهو. وهم هناك هم هناك كانوا شغالين في المراحل اللي بعد كده. دي كانت أول مرحلة. فأول مرحلة بصراحة بالنسبة لي كانت ممتازة. كانت حلوة جدا. وبقول لكم الخدمة هناك كويسة جدا جدا. آه، آم، هي كل بس اللي كان مضايقنا المروح للشط. احنا بنحب ناخد اماكن يعني منك للشط على طول. لكن هناك برضه عايزه اقول لكم الشط زي ما انتم شايفين كان تحفه، وكان جميل، موفر لكم حفلات طول المده اللي انتوا قاعدينها، لان ده طبعا سيزون بالنسبه لهم. فدي كانت التجربه بتاعتنا هناك. عايزه اقول لكم احنا خدنا معانا فسيخ. أخ... طبعا نزلت لكم قبل كده. وخدنا معانا طريقه اللحوم وريتها لكم. والصلصه زي ما انتم شفتوا حطيناها على المحشي، زي ما انتم شفتوا كان المحشي طلع زي السكر والله. وعايزه اقول لكم كنا مسافرين في عز الحر، يعني كان الجو حر والحاجه ما باظتش مننا، والحاجه ما شاء الله زي السكر. واحنا بننقل لكم تجربه لو مش ناجحه معانا اكيد مش هنقول لكم عليها. هي هنا في حفظ اللحوم معاكي، ما تخافيش منها. بتشويها زي ما انا وريتها لكم في الفيديو. وبتبلهاش باي حاجه غير ملح وفلفل اسمر وكمون فقط لا غير، وسنه سكر. بس ده اللي انت بتعمليه. والله العظيم تبقى اللحمه سكر وجميله. طبعا لو انت اللي جايبه اللحمه بلدي، فطبعا غير ان اللحمه اصلا مذاقها بيبقى حلو، وتبقى حاجه نظيفه وانت جايباها من الجزار ومضمونه، تبقى الحاجه يعني طالعه معاكي ما شاء الله تحفه. ودول البنات والولاد اللي معانا كانوا مبسوطين اهمت. و بتمنى لكم دايما يا رب تكونوا سعداء مطرح ما تكونوا ان شاء الله. ومتنسوناش طبعا بالاشتراك وتعليق حلو زيكم، ولايك لو الفيديو عجبكم. وان شاء الله تكونوا بتستفادوا مننا حتى لو بمعلومة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.